عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ولقاكم هذا الفيديو ان شاء الله فرحانين. ما خصكم حتى خير نتوما وليداتكم وكل العائله، والله يحفظكم جميعا، الله يعطيكم كل ما كتمنوا. الاخوان والاخوات اللي دخلوا عندي جداد الف مرحبا، كنتمنى ان شاء الله المحتوى هذه القناه يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف. الله يحفظكم على التشجيعات ديالكم ولي كومونتير وعلى كل شيء اخواتي، والله يحفظكم ويعطيكم ما كتمنوا ويعطيكم الجنه افضلها واحسنها. مرحبا بكم في المطبخ ديالي، الف مرحبا. كنتمنى ان شاء الله الحلوه ديالي اليوم تعجبكم. الحلوه يا سلام ديال الزمان واقتصاديه وفي نفس الوقت كتجي لذيذه بزاف بجنجلان والمكسرات. بالنسبه للمكسرات ديروا اي مكسرات عندكم. بسم الله على بركه الله. عندي هنا واحد الياغوت ديال سميتو ديال الفاني، عندي واحد الخماره، وعندي 110 غرام ديال الزبده، عندي كاس ديال الزيت النباتيه وكاس ديال السكر سنيده، وعندي كاس مجموع كامل المكسرات، اي مكسرات عندكم. عندي 2 معالق ديال الزبيب، 2 معالق ديال اللوز، 2 معالق ديال الكاوكاو، 2 معالق ديال الكركاع، وطحنتهم في هكا في الطحانه هكا مهرمشين كما شفتوا معايا. بداك الزبيب راه كيجمعهم بحال ما هكاك، ما كيطحنوش بزاف، ضروري باش يبقاو دوك سميتو فيهم. وعندي الزهر بطبيعه الحال، ضروري كديروا الزهر. الاخوات اللي ما كيعجبهم الزهر استغناو عليه، ولكن هذه الحلوه راه كيجي فيها المذاق ديال الزهر يا سلام. صافي هنا ندوز التحضير وتشوفوا ان شاء الله معايا كيفاش غنحضر هذه الحلوه سهله واقتصاديه. وكما شفتوا في الاول ديال الفيديو حطيت لكم واحد الصوره كتعطي كميه ما شاء الله اللهم بارك. هاد الحلوه راه زوينه بزاف واقتصاديه. هنا اخواتي كنزيد هاد الكاس ديال الزيت بشويه بشويه، وكنخلط كما شفتوا معايا هنايا الزبده مع السكر، وكنزيدوك الزيت بشويه بشويه. ضروري تخلطوا الخليط ديالكم مزيان مزيان باش تجيكم ديك سميتو ديك الزبده بحال الشكل كريمه، باش هكا تعطيكم النتيجه مزيان. صافي اخواتي كنستمر هنا كنخلط مزيان هذا الخليط، ومن بعد غنزيدو داك الياغوت. بالنسبه لهذا الياغوت راه انا اللي زدتو، ما كيديروش الياغوت، كيديروا نص كاس ديال العلبه ديال ماء الزهر. بالنسبه ليا انا زدت هذا الياغوت ودرت غير 4 كاس ديال الماء ديال الزهر، وعطاتني نتيجه يا سلام، وكتعطيكم حتى كميه كبيره. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش هذا الياغوت ماشي مشكل، ديروا نص كاس ديال الماء ديال الزهر. صافي هذه هي الطريقه اخواتي. صافي غنخلط مزيان هاد المقادير كما شفتوا ديك الكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو واللوز اللي ما عندكمش اخواتي مكسرات ماشي مشكل، ديروا كاس ديال الكاوكاو مهرمش، ماشي طحنوه بزاف. وهنايا درت كما شفتوا معايا 4 كاس ديال جنجلان يكون محمر، منقي ومحمر. ضروري تحمروا هذا سميتو باش كيعطيكم واحد المذاق زوين. هنا درت 4 كاس ديال الزهر ولا 2 ديال المعالق كبار. وصافي غنخلط هاد المقادير مزيان، وغنزيد واحد الخماره. هاد الخماره ضروري ديروها اخواتي باش كتعطيكم يعني الحلوه زوينه من الداخل كتنفخ. يعني كاينين اللي ما كيديروش فيها الخميره. وصافي عندي 600 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 6 الكيسان، باش ما نبقاش نعبر معكم بكاس بكاس، كناخذ الوقت بزاف وكيجيني حتى في المونتاج صعيب. صافي هنا كندير كميه كامله، ومن بعد يعني عبرت الكميه ودرتها هكا باش دغيا دغيا ان شاء الله نخدم معكم الحلوه، وما نتعبش راسي وما نطولش عليكم بزاف الفيديو. صافي المهم اخواتي، عبروا نتوما بكاس العلبه 6 الكيسان وحطوهم حداكم وعجنوا العجينه ديالكم. ودرت فيها نص كاس ديال الفينو ولا 2 ديال المعالق يكونوا عامرين مزيان. بالنسبه لذاك الفينو راه كيعطيها واحد الهشاشه حتى هو وزوين بزاف صراحه. الفينو راه باش كتخدموه في الحلويات راه كيعطي واحد النتيجه زوينه، خصوصا هاد الحلويات اللي كتبغيو هكا يجيو مقرمشين وفي نفس الوقت هشاش، راه كيعطي النتيجه زوينه. صافي العجينه عجنوها مزيان، ما تخافوا منها ما حتى شي حاجه. وضروري هاد العجينه كما شفتوا هاد الفينو زدتو راه فوق من سميتو، زدتو في اخر حاجه. وصافي كندخلو مزيان في هاد العجينه، ومن بعد غتشوفوها معايا. شوف كيفاش جات العجينه الحلوه ديالنا. ضروري تخليوها هكا رطبه، ما تقصحوهاش بزاف وما تخليوهاش رطبه هكا تسيح لكم في الفران. ضروري يعني تكوروها وما تشققش. صافي تحبسوا الدقيق، ديروا الدقيق حداكم وديروا نتوما بشويه بشويه باش تنجح لكم ان شاء الله. صافي هنا غندوز ان شاء الله. عندي الطبع هذا، نتوما الطوابع اللي عندكم طبعوا بهم الحلوه ديالكم. عندي الطبع هذا يعني معتمد للناس ديال زمان، هاد الطوابع هادو. وصافي اخواتي كنكور هكا كويرات غير صغيورين. صراحه كديروا كويرات صغيورين وتضغطوا عليهم، ومن بعد كترشموهم بداك المرشم. وسهله الطريقه اخواتي. كنستمر انا صراحه عطاتني تبارك الله ما شاء الله 2 ديال الطاوات الصغار هادو، وعطاتني واحد هذيك الطاوه الكبيره ديال الفران الكبيره اللي حطيت تما حدايا.
صراحه تبارك الله ما شاء الله الكميه كبيره عطاتني. وبالنسبه للسكر كلاصي اخواتي، السكر كلاصي عندكم غربلوه 2 مرات باش يجيكم هكا سميتو يهتزوا الحلوه ديالكم وصافي. يعني يا سلام كتجي هاد الحلوه. وشكرا للاخوات والاخوان اللي دخلوا عندي واشتركوا عندي، وشكرا للاخوان اللي كندخل عندهم اللايفات وكيرحبوا بيا. شكرا لكم، الله يجازيكم بالخير ويحبكم في الله، والله يعطيكم كل ما كتمناو ان شاء الله، ويعطيكم حتى يرضيكم، والله يحفظكم، الله يشافي محمود، والله يرحم امواتنا في غزه ويشافي جروحهم ويقويهم يا ربي، قلوبنا دائما معهم، والله ييسر لهم كل الامور ان شاء الله. صافي من بعد ما كنكور ديك الحلوه كامله كما شفتوا عمرت الطاوه، تندوز عليها بهذا المرشم كنطبعها بحال ما هكا. الطريقه راها ساهله. داك المرشم ديروه في الدقيق باش ما يلصق ليكمش، الصراحه انا ما درتوش. وصافي يا خواتي الفران كيكون سخون وكتنقصوا ليه، ضروري ديروا هكا سميتو متوسط باش هكا طيب الحلوه من الداخل وتجيكم يعني زوينه، ما تجيكمش هكا محمره من الفوق ومن التحت وتجي من الداخل هكا معجنه. ضروري تنقصوا الفران وتخليو الحلوه ديالكم طيب شويه عليها حتى تاخذ داك اللون هكا مذهب من التحت، وردوها لتحت تاخذ داك اللون من الفوق وكتخرجوها. صافي من بعد ما طابت هاد الطاوه الصغيره خرجتها، والطاوه الكبيره عمرتها دخلتها الفران. وصافي الحلوه ديالنا غنخليوها تتبرد، من بعد غندوزها معكم في السكر كلاصي. وشوف كيفاش كتجي الحلوه ديالي، كتجي يا سلام تبارك الله ما شاء الله. وكنتمنى اخواتي ما تخليوش هذا الفيديو عندكم، بارطاجيو مع الاخوات والاصدقاء باش تعم الفائده. وما تنساونيش دائما بالدعوات ديالكم للاب ديالي، الله يرحمه ويرحم المسلمين جميعا، الله يرحم امواتنا جميعا ويغفر لكل مسلم كل ميت، والله يشفي جروح اخواننا، والله يرحمنا ويرحم المسلمين جميعا. وهنا اخواتي من بعد ما طبت الحلوه ديالي خليتها تبردات شويه، يعني غير كتبرد غير شويه ماشي بزاف. والسكر كلاصي كما قلت لكم غربلوه 2 مرات باش هكا يتشد في الحلوه. وصافي كدوزوها على حسب نتوما الحلوه، كتنقروها مزيان من السكر كلاصي باش ما تهزش الكميه كبيره وما تجيكمش حلوه بزاف. صراحه هاد الحلوه ما جاتش نهائيا حلوه تبارك الله، منين زدت فيها داك الياغوت ما جاتش نهائيا حلوه. شوف كيفاش كيجي الشكل ديالها، كيجي يا سلام. اش غنقول لكم، ممكن تاكلوها بحال ما هكا بلا ما ديروا لها السكر كلاصي، ولكن يعني التزيين ديالها الاخير هو السكر كلاصي. ممكن تحطوها غير بحال هكا في سميتو، دوزوا عليها غير الصفايه شي حاجه قليله الا ما بغيتوش ديروا ليه بحال هكا. صافي غنسالي الكميه ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله الطبق تقديم. صافي من بعد ما ساليت الكميه، شوفوا تبارك الله ما شاء الله الكميه اللي عطاتني هاد الحلوه تبارك الله ما شاء الله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا ولو شويه، وكنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. وشوفوا كيفاش كتجي الحلوه ديالي، كتجي يا سلام. نبقى نقسم معكم وحده باش تشوفوا الداخل ديالها كيفاش كتجي. شوف كيفاش كتجي هشيشه ورطبه ومقرمشه في نفس الوقت، وداك الجنجلان وداك المكسرات اللي درنا فيهم وداك الريحه ديال الزهر يا سلام فيها. كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتاكلوها بالصحه والراحه. وما تنساونيش اخواتي من اللايكات ديالكم اللي كتفرجوا حتى لدابا، راه ما كتنساوها اخواتي، الله يحفظكم وانتم كتفرجوا. بركوا على داك اللايك باش هكا ان شاء الله ينتشر الفيديو ويشوفوا الاخوات الاخرين باش تعم الفائده عليا وعلى المسلمين جميعا. وشكرا لكم، الله يحفظكم، الله يعطيكم كل ما كتمناو. شكرا لكم الاخوات على لي كومونتيرات ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم وعلى اي حاجه كديروها في هذا القناه. الله يحفظكم، الله يعطيكم كل ما كتمناو، والله يعطيكم حتى يرضيكم. وشكرا ابراهيم، الله يحفظك اختي. كندخل عندها اللايفات واحد الاخت الصراحه زوينه بزاف وظريفه بزاف. كندخل عند اللايف يعني واحد الاخت اش غنقول لكم، زوينه بزاف وظريفه بزاف، الله يحفظها يا ربي ويعطيها كل ما كتمنى ويوفقها ان شاء الله، يوفق لها القناه ديالها. وشكرا لكم جميعا على التفاؤل ديالكم وعلى التعاون ديالكم وعلى الاشتراكات ديالكم وعلى لي كومونتيرات ديالكم، على اي حاجه كديروها في هذه القناه، والله يجعلها في ميزان حسناتكم. احبكم في الله ونلاقيكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.